قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك، موت بنصري، نصر دين وارض عليك. يا مصري قومي وشدي الحيل، كل اللي تتمنيه عندي. مصري يا أم العجائب، شعبك أصيل والخصم عايب، للطوفان ما يجي خلتني أخاف عليك يا مصر. طلعنا على الضوء وطلعنا على الريح، طلعنا على الشمس، طلعنا على الحرية. يا حرية يا زهرة نارية، يا طفل وحشية يا حرية. صرفوا على العقل، على العقل، خدوا بالحقاني على العقل. صرخوا على العالي، على العالي، اركضوا بالحقالي على العالي. قولوا للحرية احنا جينا، وافرحوا افرحوا يا ليل يا حب يا نور يا فجر، حقونا عالشجرة البرية. مساء الخير. سؤال حلقة النهاردة هو عيد الثورة ولا هنعيد الثورة؟ حرفين بس يفرقوا كتير جدا. الميدان يوم 25 يناير انقسم لثلاث أقسام. قسم راح يعتصم ومش هيمشي غير لما مطالبه تتحقق، وقسم تاني راح ومسك العلم وهتف وروح البيت عشان ينزل تاني يوم يكمل مطالبه، وقسم تالت راح اتفرج على القسمين دول ورجع البيت لان كان في حدث مهم جدا يوم 25 يناير، ماتش ريال مدريد وبرشلونه. هيكون معايا الاستاذ مروان يونس عضو الهيئه العليا لحزب الاصلاح والتنميه، ومعايا استاذ رامي عزاز معد ورئيس رئيس تحرير البرنامج. ايوه سؤالي ليكوا، اتفرجتوا على الماتش ولا لا؟ انا اتفرجت على الماتش لما رجعت طبعا. رجعت أكيد. اتفرجت على الماتش؟ اكيد. السؤال استاذ مروان، هل انت نزلت الميدان السنه اللي فاتت ونزلت السنه دي، الميدان بيحمل نفس الروح ولا في روح مختلفه؟ والله انا موضوع نزول الميدان، انا نزلت الميدان السنه اللي فاتت على كذا يوم، يمكن في بعض الاحداث اللي حضرتها وفي بعض الاحداث اللي ما قدرتش احضرها، بس كان في روح معينه في الميدان، في شكل معين للميدان. قطعت لمده سنه كامله، يعني خدت الاجازه بتاعه فاتني محمد محمود، فاتني كل الاحداث دي ورجعت تاني. كنت فين؟ الفترة دي يمكن كانت النزول للميدان كان دايما مرتبط بحدث بيحصل، خناقة، ضرب نار، حاجات مفاجأة، فما كانش الواحد بيبقى يعني بشكل سريع ان هو قادر يتحرك مع الميدان. المهم نزلت الميدان بقى بعد الفترة الطويلة دي جدا. طبعا الميدان اختلف كتير جدا عن زمان، يمكن في عينات من الناس الموجودين، بس تمت إضافة مجموعات كتير جدا داخل الميدان من أشكال وألوان، يعني ما جميع انواع المصريين بتشكيلتهم يعني زي ما بنقول. استاذ رامي، الميدان دلوقتي زي ما انا قلت كده في المقدمه انقسم لحاجات كتير قوي، بس جوه يعني بالتالي احنا شفنا المنظر ده مع بعض. كان في منصه كده، منصه كبيره، منصه الاخوان. احنا عرفنا انها منصه الاخوان لان هم قالوا يعني بمنتهى الصراحه، قالوا يعني كانوا واقفين كده وشادين على بعض كده، احنا هنا اخوان، اللي هيجي حد غير هنا ما فيش حد غير الاخوان يجي. صح. انا مش قصدي يعني ان انا اتهكم على حد او حاجه، بس يعني كانت كلمه غريبه شويه. يعني هل الاخوان اختلفوا مع القوى السياسيه الباقيه في البلد او جوه الميدان ولا ايه اللي حاصل؟ هقول لك على حاجه يا جرحي، انا الاول عندي تعليق على فكره ان الاخوان ينزلوا الميدان على انهم اخوان مسلمين. يعني هي دي انا عندي بس تعليق، مش يعني انا مش رافض ده، لكن السؤال اللي بساله هو جماعه الاخوان المسلمين دلوقتي بتمثل ايه؟ يعني انا اعرف
دلوقتي على الورق كده ان في حاجه اسمها حزب الحريه والعداله. ده حزب سياسي، انا فاهم ده كويس جدا. لكن جماعه الاخوان المسلمين هل هي جمعيه اهليه، جمعيه شرعيه، جمعيه تموينيه؟ يعني حد بس يقول لنا بدون تحكم والله، بس حد يقول لنا هي تحت. انا عجباني قوي بدون تحكم اللي انا قلتها، بدون تحكم. صح، خد بالك بنحاول ان احنا نلم يعني. نحافظ على الارواح. بس سؤال بجد والله، جماعه الاخوان المسلمين بكل انشطتها اللي بتعملها في المجتمع، انت ليه معترض؟ مش معترض، انا بسال حد يقول لنا هم ايه في القانون. يعني ايه هم ايه في القانون؟ احنا مش دوله فيها قانون، ولا احنا عايشين ايه؟ دوله فيها قانون. هم بيتبعوا ايه؟ يعني هم دلوقتي انا لو اكتشفت مثلا 2 اختلفوا مع بعض داخل جماعه الاخوان المسلمين، يحتكموا لايه؟ هل عندهم لائحه داخليه معلنه؟ في جهه تقدر تحاسبهم عليها؟ هل في جهه تقدر تشوف هم تمويلهم عامل ازاي؟ هل في جهه تقدر تشوف هم بياخدوا مساعدات من مين؟ هم بيصرفوا الفلوس طب دي لا، بغض النظر عشان انت كده رحت بالسؤال في حته ثانيه، انا سؤالي ليك، ما هو هل هم اختلفوا؟ لانه يعني خلينا نتكلم بصراحه. تمام. الميدان في ال 18 يوم كان على كلمه واحده. تمام. يسقط حسني مبارك. حاليا ما بقوش على كلمه واحده، بقى في 3 4 كلمات. فهل انت شايف فعلا ان هم اختلفوا، ولا شايف انه يعني ممكن يبقى في تشابه في حته؟ بص انا هقول لك رايي بصراحه. الاخوان كل الميدان كانت يعني ما عدا الاخوان كلهم بيقولوا يسقط حكم العسكر، وبيقولوا انه عايزين تسليم السلطه المدنيه دلوقتي. الا طبعا في فئه ثانيه كانت بتقول يعني تسليمها بس يعني في مارس، في يعني اعلان انتخابات الرئاسيه دلوقتي وبعدين تسليم السلطه المدنيه. بس المعظم الاغلب كان بيقول تسليم السلطه الان. ده كان صوت بدايه التحرير، وكل المسيرات اللي احنا شفناها من مصطفى محمود وغيره كانت بتقول نفس المعنى يعني. لكن الاخوان المسلمين كان دايما، انا شفت على منصاتهم، شفت مثلا محمد البلتاجي على المنصه كان بيتكلم على فكره انه تسليم السلطه لسلطه مدنيه احنا موافقين عليه، وقال كده بالنص، قال ودلوقتي احنا موافقين عليه بس ما يسلموهاش لمجلس الشعب. وانا السؤال واللي بيطرح نفسه ويمكن نساله للباشمهندس مروان، ليه ما يسلموهاش لمجلس الشعب؟ ليه ما يسلموهاش لمجلس الشعب؟ ما كان هيكون كده القوه في ايديهم يعني. لا بس خد بالك في تسليم السلطه المدنيه دي لمجلس الشعب فيه مشكله كبيره جدا، ان انت اصبح مجلس الشعب هو المسؤول عن اي احداث هتحصل في مصر من قبل السلطه التنفيذيه. بمعنى لو حصل اي مشكله اللي شايل مين؟ اللي شايل مجلس الشعب. فعاده لما يكون الواحد يعني يعتبر على مستوى معين من الفهم السياسي، تهمه زي كده في اليومين دول ناس تخاف تشيلها. يعني مش عايزين تحملوا المسؤوليه؟ بص، ما هو خلينا نتكلم بقى في حاجه تانية. دي سلطه تشريعيه، لو جيت بقى ترجع لاصول الموضوع لك لا احنا سلطه تشريعيه مالناش دعوه بالسلطه التنفيذيه. مؤقتا يتحملوا المسؤوليه مؤقتا؟ اقول لك حاجه، انا مش من انصار يستلمها مجلس الشعب بقى. مش احنا في مرحله انتقاليه؟ انا مش من انصار القصه دي لسبب بسيط جدا. انت في طغيان السلطه على بعضها. عندنا زمان طغيان السلطه التنفيذيه على مجلس الشعب، كانت اتجوزت ال3 سلطات وخدتهم معاها وبقى هم شغاله بيهم كلهم. كان الحزب الوطني يملك مجلس الشعب، يملك السلطه التنفيذيه، حتى القضاء كان هو اللي بيعين، وكان في وزير عدل، وكان في من القضاة كلهم او 70% منهم معينين في الوزارات كخبراء. وده كان العنصر الاساسي في انهم يعني في المرتبات وكده، كان حاجه مؤثره جدا. دلوقتي عاوزين نرجع نبني مصر، نعكس، نقول لا السلطه التشريعيه تبقى دوله برلمانيه، وبعد دوله برلمانيه هي اللي تسيطر على السلطه التنفيذيه، وبعد كده تقول لك لا احنا اللي هنعين القضاء واحنا اللي هنراقب مين. هيحصل نفس عمليه الطغيان السابق في ما فيش. يبقى انت كانك دوست ريوايند على الثوره، رجعتها من الاول بس رحت مغير اسماء. مين هيلعب الدور ده دلوقتي؟ مين هيلعب الدور ده دلوقتي؟ بس تفتكر ان الاخوان المسلمين مش عايزين يمسكوا السلطه للسبب ده؟ لا في مصلحتهم؟ لا مش حكايه كده. مسكان السلطه ده برضو انت عاوز تمسك السلطه في وقت تقدر تدي فيه نتيجه. الوقت ده اللي هيمسك السلطه التنفيذيه في 6 اشهر، اعتقد ان النتيجه اللي طلع منه مش تبقى على المستوى المطلوب وعلى يعني هم خايفين يعني بالظبط. فهتؤثر سياسيا. ربما الانتخابات اللي بعد كده يبقى فيها مشكله بسبب ال6 اشهر دول. صح ولا لا؟ صح. طب انا عايز اسالك سؤال ليك انت بالذات. الاخوان المسلمين قرروا ان هم هينزلوا يعني يحتفلوا بالثوره، صح؟ طب ما هو ب 25 يناير، هم لحد النهارده احنا في 28 يناير ولسه في الميدان ليه؟ بص، هو الاحتفال بالثوره ده خليه ايه؟ نحتفل بمكاسب الثوره. يعني في الطرف الوحيد اللي طلع بحاجه في الفتره اللي فاتت هو الاخوان المسلمين. لشطارتهم بقى، لنصاحتهم، لذكائهم، ايا كان، هم الوحيدين اللي طلعوا ان احنا خدنا مجلس الشعب يا رجاله.
بنسبه احنا هم طالعين بيحتفلوا بده يعني؟ طارق اديني بين قوسين احنا واخدين 70% اغلبيه مطلقه 74. يعني انا عاوز اعمل اي حاجه هقدر اعملها، طلع قانون باي قانون هقدر اتصرف فيه، فهو ليه حق يحتفل بهذا الامر لمده 3 ايام؟ لمده 3 ايام دي بقى ليها وجهات نظر سنة. كتير. ايه وجهه نظرك؟ وجهه نظري ممكن يكون واقفه ويومين عيد الله اعلم، بس ال3 ايام دول اعتقد انا سياسيا ان انت عاوز تظل تتواجد في الميدان. لو في اعتصام 10 ايام هيبقى الاعتصام 10 ايام. اعتصام ليه؟ عشان يامن انه مفيش ناس تفضل قاعده ولا؟ والله بص، ما يعني تامين الميدان ده خلينا نتكلم، انت ممكن تشوفه كمصريين هتشوفه بكذا وجهه نظر. في ناس تقول لك وماله يامنوا الميدان، نفرض حصل حاجه مشكله، ده شيء لان ما فيش اي حد ولا بوليس ولا جيش ولا اي حد متواجد. في ناس تانية يقول لك لا هم قاعدين مع زمايلهم الثوار. فانما المغزى النهائي بتاعهم اعتقد هيبان من التصرف اللي هيحصل بعد كده. يعني خلينا ننتظر عشان نرى ونحسب صح. عايز اخد منك كلمه اختلاف وجهات النظر دي. دخلنا الميدان، ف ده والله العظيم حصل. يعني مجموعه من الناس 9 بيضربوا واحد، بيضربوه علقه يعني علقة موت. لا علقه حلوه يعني. والراجل عمال يقول الحقوني الحقوني وبيتضرب. ما فيش ما بينه زي الفرق كده ما بيني وما بين الاستاذ مروان 20 واحد ملمومين على واحد عمال بيغني نصرونا، هي غناء اوبرالي وهم عمالين بيصوروا. الناحيه الثانيه بعيد شويه كده واحد بيشوي فراخ وعمال بيعاكس في واحد. قدام المنصه بتاعت الاخوان وناس واقفه مربطه ايديها في ايدين بعض كده ومفيش حد هيخش، ومجموعه ناس واقفه قدامها احنا مش جايين نحتفل، احنا جايين. الموضوع اللي حاصل في الميدان ده وسر اختلاف كل شخصيه، هل ده قوه ولا ضعف؟ انا شخصيا بشوفه الشخصيه قوه. المصريه ده قوه ولا ضعف؟ انا بشوفه قوه جرح، لانه بامانه يعني من احد اهم بقى مميزات الميدان ده. وكان في ناس كتير قوي بتراهن انه قبل 25 يناير محدش هينزل وانه الاعداد هتكون اقل بكتير، لكن انا بشوف ان الناس نزلت دي ايجابيه. يعني في ايجابيه ان الناس في اللي نزل يتصور جنب الاسد. انا هقول لك اهو، انا معاك تماما. في ناس يتصور جنب الاسد، وفي اللي نزل مع في مثلا استاذ فاروق في معدي هيتصور مع استاذ فاروق. طبعا. يعني ما هو دي مشاهد. دي معلش انا اسف، ما دي مش يعني مش علامات ان حاجه تحصل يعني. معاك حق، بس المشاركه في حد ذاتها كانت جيده. يعني خلينا نقول ان المشاركه كانت جيده. في فرق بين المشاركه الايجابيه والسلبيه، صح ولا؟ بص اقول لك حاجه يا رامي، خلينا نبقى موضوعيين في الوضع اللي احنا عايشين فيه مصر ده. كتير جدا استمدت قوتها من اختلافها، وازاي قدروا يحلوا النزاعات الداخليه اللي بينهم. هاخد من عندك الكلمه دي. كتير انهارت. لا معلش سيبني اكمل لك الكلمه. هطلع فاصل وهاخد ايه؟ بعدين بقى هطلع فاصل وارجع تاني. الامم اختلفت هطلع فاصل وارجع تاني. رجعنا مرة تانية عند اختلاف الامم بقى. اختلاف الامم ما بقي. لا الامم اللي قدرت تحل اختلافاتها أيوة. وخلافاتها الداخليه ده كان عنصر قوي جدا في نهضتها. في تانية او بلاد تانية ما قدرتش تحل الخلافات دي، كان عنصر في انهيارها. فالاختيار دلوقتي في مصر هو اللي هيختاره الانسان المصري. هل هتمشي تقدر تستفيد من الاختلاف ووجهات النظر الكتير والامكانيات المتعدده والخلفيات المختلفه دي عشان تقدر تعمل بيها حاجه، تبني بيها حاجه كبيره جدا لقدام، او هتعيش في مشكله الصراع الداخلي، وده زعق لي، ده انا بيت عندي، ده اصل دول بيكرهوني، اصل دول بدقن، اصل دول مش بدقن، والكلام ده. هو الاختيار على المواطن المصري. هل انت عاوز تبقى امه كبيره او دوله محترمه، ولا خلاص هتقضيها صراعات وحروب وخناقات وتنتهي فتره من تاريخ مصر في حاله غيبوبه كامله؟ بس انا مختلف معاك يا باشمهندس مروان، مختلف معاك انه فكره الاختلاف دي ما هي موجوده مثلا في امريكا بين انصار الحزب الديمقراطي والناس عاوزه يعني الناس عاوزه تبني عليها. انما في ناس ما قدرتش تبني على الحاجات دي. يعني تقصد تقول زي لبنان مثلا؟ لبنان بنت عليها بس يعني بصعوبه بالغه، بس بعد ما قضت اكتر من 14 سنه حرب اهليه. لا انا اقصد اقول لك ان في دول بتبني يعني على الاختلاف. يعني مش لازم تتفق، لكن ممكن نبني على الاختلاف. هو قصده كده استاذ مروان، بالظبط، ان احنا ازاي نقبل بعض. هي دي المشكله. يعني انت مثلا اقول لك حاجه، بس الناس قبل بعض في الميدان ما كلوش بعض، ما موتوش بعض. لا بس الميدان المره دي معلش خليني اختلف معاك دلوقتي. انا بقول لك انا يمكن فاتني سنه ميدان. تمام. يعني رحت من زي من العيد للعيد. تمام. زي ما بنقول الميدان قابل بعضه على مضض دلوقتي.
بس متعايشين متعايشين، بس اللي هو ايه، انا في سلفي بس ما تحفظ. ادوسش على رجلي. انا ليبرالي وعاوز ازعق كلمتين وعاوز اشوفكم ايه تسكتوا، ما حدش يكلمني، عارف انت. في تحفظ في كده. تحفز، في روح اللي معاك هي- ان في تحفظ. طب ما هو بس- الاختلاف ده، ما هو الاختلاف يعني الاختلاف موجود وشكل يعني. حتى بالتالي ان احنا شفنا مشكله القسم في مجلس الشعب. دي مهزله القسم. ما هو مهزلة. حتى القسم كان فيه اختلافات يعني، كانوا مختلفين على القسم. احلفوا بايه؟ والله أقول لك، محدش حلف بالطلاق. ادي الرغيف ده على عينيا. مفيش غير كده في الاخر، يحلفوا برغيف طوال عنهم حلف والكلام ده. بالطلاق. بس هي المشكله في ايه؟ احنا يعني ربنا بيوري لنا حاجات كده. احنا في حاجه بسيطه جدا، قسم مجلس الشعب، حصلت المشكله ده. فوقوا يا مصريين، ابداوا بقى اعرفوا ان لازم نعيش مع بعض. قسم مجلس الشعب، في ناس قاعده في مجلس الشعب مش مؤمنه بالديمقراطيه، كفر، بتقول لك عليها كفر. طب احنا جينا هنا ازاي؟ مثلا لازم نحل المشكله دي عندنا. في تيار انا همسك كل حاجه وابقى بابا الجديد، وتاكدوا ان انا هبقى بابا كويس. السلطه المطلقه بتفسد. في تيارات تانية ما لحقتش تاخد فرصتها، التيارات الليبراليه ما حصلش دعم كافي. معلش انا من رجال الأعمال. عايز اتكلم في النقطه دي. فكره التيارات الليبراليه اللي ما لحقتش تاخد الفرصه، يعني هو 10 شهور ما كانوش كفايه؟ لا، هو السؤال معلش بقى، معلش السؤال 10 شهور مش كفايه، ده سؤال جميل، بس هو هم ناويين يعملوا ايه يعني في اللي جاي كمان؟ يعني مش ماشي، بس ما هو- 10 شهور اللي فاتوا. ما هي دي الفكره اصلا. معلش ما ينفعش ان انا اتحجج ايه ده، انا ما لحقتش اخد فرصتي دول 10 شهور. وهتعمل ايه في اللي جاي؟ طب ما هو اصلا هو ما عملش حاجه في ال10 شهور. فانا عايز اعرف بس النقطه دي، عشان انت حضرتك بتقول هقول لك حاجة. ان انت بتقول هم ما خدوش فرصه، فهم يعني ايه ما خدوش فرصه؟ خصوصا ان هو المهندس مروان بينتمي لحزب الليبرال. ليبرالي يعني. هو الليبرالي دلوقتي بقت في الميدان برضو مشوك في امرها. طبعا الليبرالي يبص له فوق لتحت. انت طب ليبرالي؟ ايه انت رايك الليبرالي في- من اي ماشي. حته؟ بالظبط وفد كده. ولا ماشي. ايوه بتبقى مصلحة كده. تانية. المهم ليبرالي، خلينا نقول ليه ما خدوش فرصتهم يا رب. بص، انت عندك الاحزاب الليبراليه دي انها مشكلتها الرئيسيه كل ما هو دون هذه الاحزاب كان ليه الجهات الداعمه له. تمام. الاحزاب الليبراليه لا زالت فضلت في القوقعه اللي اتحطت فيها، او المربع الخانه اللي محطوطه من النظام السابق. احزاب فرديه، تقول لك الحزب ده بتاع علي، الحزب ده بتاع عبده، الحزب ده بتاع سليم، هو اللي بيصرف. الاحزاب الليبراليه يعني خلينا ما نصريح، قدرتش الحزب ده تطرح بتاع أفكارها. نجيب، الحزب ده محدش، مفيش تمويل كافي حتى عشان انا عاوز ابدا اطرح افكاري. ورجال اعمال ليبراليين دول بيفترض إنهم يعني نجيب ليبراليين. ساويرس لا، كل هو ما يملك ما لا، عندوش هو مفيش حاجه تمويل اسمها كافي. حزب بتاع شخص. نجيب ساويرس او ايا كان الشخص الغني ده لا يصح ان حزب يبقى واحد بتاعه هو لوحده ملاكي. ايوه، يعني رامي لكح يقدر يصرف على حزبه ومعاه انور السادات. المفروض نجيب ساويرس يقدر يصرف على حزبه. المفروض ومعاه الناس دي أغنية كانت كتير في تعمل الحزب. النواه، تبدا تشتغل، يبدا يتلم رجال اعمال اخرين يمولوا الكيانات السياسيه دي. لان الاحزاب دي بتصرف فلوس، ما هيش ببلاش. انا بس عايز اقول نقطه، معلش انا اسف. انا السؤال ما كانش بالفلوس ولا طلعنا بره طلعت بره الموضوع خالص. لا، الفرصه، انت اتكلمت عن الفرصه فرصه اللي في فكره يا جماعه، معلش بعد اذنكم. الطيارات، معظم او في ناس من الطيارات قالت الشعب المصري، انا اسف ان انا اقول الكلمه دي، قالوا الشعب المصري المتخلف. قال نعم. لا مش معلش متخلف معلش ولا حاجة. معلش في ده اتقالت، خلينا نتكلم بصراحه، ده اتقال. طب ما هو لو انت بتتكلم باسم الشعب اللي انت قلت عليه متخلف، طب انت ما عملتلوش ليه حملات توعيه؟ طيب يا سيدي، حصل ان جلت منك في على مدار 10 شهور في حاجات انت ممكن تفهم الشعب ده. انا بتكلم انه حزب ينزل الشارع، بس خلينا حزب يعني ينزل يا الشارع. جرح، يعني خلينا بس متاكدين ان الاخوان كانوا هياخدوا النسبه دي العاليه دي، حتى لو الليبراليين بذلوا المجهود. كويس. يعني خلينا بس، هو الليبراليين كل الفرق اللي خدوه، ما خدوش بس المركز الثاني. يعني هي الفكره ايه كلها، ان السلفيين هم اللي خدوا المركز الثاني. هم انما خلينا متاكدين. يعني انا على يقين وقناعه ان اللي ادى الاخوان المسلمين ما كانش هيدي لاي تيار ثاني مهما حصل. يعني اللي ادى صوت الاخوان المسلمين مع احترامي ما كانش هيدي لا الليبراليين مهما بذلوا من مجهود، ولا كان عندهم حزب عريق. يعني انت بتقول لسه ما خدوش فرصه يا باشمهندس مروان، كان عندهم حزب الوفد من، يعني شوف من قد ايه كان ممكن عنده فرصه كبيره. لكن هم ما كانوش المركز الاول كان الاخوان، لكن السلفيين هم اللي كان مفاجاه ان هم يحرزوا المركز الثاني على حساب الليبراليين. بقى هو ده الجديد. دي مش مفاجاه، لان ليها اسبابها يعني. يعني هو ده المنافسه. اقول لك معلش خليني بقى اقطعك في الحته دي. انت اول حاجه هتعترض على حكايه الشعب المتخلف. الشعب لو قلنا شعب لا، ده بيتقال. خلينا الناس اللي بتتهم الشعب باي اتهامات، هو الشعب ده نتيجه نظام انتهى اللي هو نظام مبارك. ده الميراث اللي سابه لك هؤلاء الافراد ال 85 مليون. كويس، حلوهم ناخد بايديهم مثقفهم والوحش وكده.
احنا دخلنا في معركه سياسيه مبكره جدا. فانت تعلم وانا اعلم وكل الناس تعلم ان بالنسبه للمواطن البسيط اللي في جميع انحاء الجمهوريه ده مفتاحه حاجتين، يا تقول له استقرار وانا كاكي ولابس، انت فاهم قصدي ايه يعني، قوات مسلحه او حاجه زي كده. يعني هم يحبوا قوي الاستقرار في شكل قوات مسلحه، او تخش له بالدين. صح. مشكله ده الطريق السهل من غير ما تصرف فلوس، تقول له الكلام ده صح والكلام ده بتاع يدخلك الجنه وي وي وي. السياسه ما فيهاش اخلاق للدرجه دي، ان انا يعني ايه، لو انا مثلا ليبرالي نص نص روحوا الناس لا انا ليبرالي نص نص، انا مثلا اشتراكي لدرجه مفيش الكلام ده. انت عاوز تعمل حاجه عمليه سياسيه ان انت تكسب اكبر عدد اصوات. رحنا قلنا الكلام ده الحلال بيدخل الجنه. رحت لك ولابس شيخ، خلاص اوتوماتيك انا ما عنديش اختيار تاني. انا ما اعرفش ايه الاحزاب الليبراليه وما شفتش الناس دي وما شفتش اي حاجه. فالمشكله بقى الحاليه ان النجاح الساحق ده لو تلاته نجاحات تانية على المستوى التنفيذي والتغيير في مصر، تاكد ان الاحزاب الليبراليه كلها هتتحول لاحزاب دينيه مع الوقت، لان ده العنصر اللي هنكسب بيه. هلعب ازاي؟ يعني قول لي انا هعمل ايه مع الناس؟ اسهل حاجه اعمل يعني هي هتمشي اللي تكسب ويلعب. للاسف لو احنا سمحنا باستخدام الدين اكثر من ذلك، معلش انا اتفقش بقى مع رامي، يعني هيبقى الصراع كله دين بعد كده، مش هنخش في صراعات بقى سياسيه واراء ومشاكل. انا شايف ان الخروج من المأساة دي في ايد الاحزاب اللي احنا بنطلق عليها احزاب ليبراليه، اللي هي الاحزاب الغير دينيه. لازم هم اللي يخرجوا بينا من المأزق ده. انا بطرح هو مبادره يجب ان هم يحطوا ايديهم في ايد بعض، وهم جربوا الاختلاف بينهم وبين بعض، يشتغلوا على المحليات بانتخابات المحليات اللي جايه. لو اشتغلوا على اعضاء المجلس المحلي وبقوا اعضاء المجلس المحلي دول، مين يا فندم اللي هيشتغل على الاحزاب الليبراليه. اوكي. تشتغل على انتخابات المحليات اللي جايه وتقوم بوضع خطط، لان هو ده التواصل الحقيقي مع المواطن. خد بالك المحليات دي هي دي القاعده الشعبيه، يعني هو انك لو خدت اغلبيه المحليات انت هنا ملتحم قد ايه بالقاعده الشعبيه، وقد ايه بتقدر تكلم الناس، لان هم الناس عايزه خدمات. يعني خلينا واقعيين، الناس مش هتقيم اداء الاخوان السياسي في المجلس على اساس قوانين، هي هتقيم اداء الاخوان في المجلس على مستوى خدمات. الخدمات دي تقدر تأديها الاحزاب الليبراليه عن طريق المحليات لو خدوا اغلبيه المحليات في الفتره اللي جايه. هو ده الحل عشان يوصلوا للناس. طبعا. انما ان هم يفضلوا يطالبوا بمساحه اكبر بدون عمل واقعي في الشارع، من خلال زي ما بقول لك كده يعني محاوله الحصول على اكبر عدد مقاعد في الانتخابات المجالس المحليه، ده في وجهه نظري مجرد كلام. انا اقول لك حاجه، كلامك سليم، بس هل لو احنا عملنا الانتخابات المحليه في خلال شهرين من دلوقتي، لا الانتخابات المحليه مش قبل سنه 100%. لا مش هترى بقى 70% والحصان الاسود والحصان الاخضر، هتجد 100%. معاك حق، بس الانتخابات المحليه قدامها سنه على الاحزاب دي. اقل التقدير لابد ان تترك سنتين كمان او سنه ونص، بس سنتين. ما المحليات ماشيه بقى لها سنه ولا نعرف عنها حاجه. طيب ما نكمل بيها كمان لا سنه. لازم الاحزاب الليبراليه تعمل حسابها انه الانتخابات المحليه كمان سنه. لا والله لو جت سنه ونص خير وبركه، لكن تبدا ولازم تشتغل. الناس اللي بتدعي ان هم رجال اعمال ليبراليين لازم تبدا تتحرك داخل الاحزاب دي وتدعمهم. اطلع فاصل، نفسي مره تطلع فاصل انت. طبعا انا هاخد من كلام مهندس مروان ومن كلام جرحي من غير ما تقلدني عشان انا اوريدي بقلد اصلا، فما تقلدنيش يعني. طيب خلاص يعني يبقى اطلع فاصل كمان، نطلع فاصل ونرجع نكمل مع المهندس مروان واستاذ احمد جرحي. ادائك تقليدي قوي برضه. نطلع فاصل. مساء الخير مرة تانية. عايز اسألكوا سؤال بقى. الصورة الفترة اللي جاية هتمشي ازاي؟ الدنيا هتمشي ازاي الفترة اللي جاية؟ يعني احنا دلوقتي ملاحظين 25 نزلت الناس وفي ناس معتصمة زي ما اتفقنا كده وناس مشيت و 27 يوم الجمعة برضو يعني ناس كتيرة نزلت الميدان والعربيات ماشية والشوارع ماشية على عكس السنة اللي فاتت ما فيش. يعني طول ما فيش احتكاكات وضرب أو يعني ما فيش إيجابية. خلينا هل لانه في توقع انه ممكن انت بتضحك عليا يا استاذ مروان؟ لا بتضحك عليا. مفيش احتكاك وضرب، مفيش ايجابيه. بصراحه هو يعني خلينا نتكلم بصراحه. وجهه نظر برضه. مفيش احتكاك وضرب. لا بس هو في احتكاك على فكره. امبارح القوى الثوريه احتكوا بالاخوان. هو ده بقى السؤال. هل الاحتكاك دلوقتي يعني ايه؟ على خفيف. على خفيف كده من بعيد لبعيد. هو الاخوان ماسكين نفسهم يعني من الاخر عشان بس نبقى واقعيين. طيب هل يعني فجاه هينفجروا ولا فجأة القوى السياسية التانية هي اللي هتنفجر؟ ولو حصل الانفجار ده ايه اللي هيحصل؟ بس خلينا بس زمان كان الاحتكاك ايه؟ أيوة. لغاية من 5 أيام الاحتكاك متظاهرين
اجينست سلطه. دلوقتي الجديد هيبقى متظاهرين اجينست متظاهرين واعتقد ان دي مصيبه. متظاهر الف قصاد متظاهر ب، في متظاهر ج اللي هو مثلا قواه ثالثه، هل هينضم الالف ولا ب؟ يجي متظاهر د يحاول تتحول لكتلتين وخناقه كبيره جدا. ده اللي احنا لا نتمناه يحصل في الميدان. اللي هي دي مبشرات بقى اللي ايه؟ ان احنا مش عارفين نعمل توافق، فاحنا داخلين على نصيبه. الميدان والحاله اللي هي فيه دي برضو خد بالك ليها وجهه نظر تانية. زمان كنت نازل عارف تعمل ايه. دلوقتي اللي بيقول لك يمشي المجلس مثلا، هتجيب مجلس شعب، طب ما هو اخوان وهيبقى اخوان 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 اخوان، تبقى مشكله. لا هم ما عندهمش مانع، يقول لك يتحملوا المسؤوليه. في ناس ثانيه لا، في ناس ثانيه يقول لك لا هات مجلس رئاسي. لا طب مين مجلس رئاسي؟ طب علي مش عاوز، طب مش بقت لا هم دلوقتي بيطالبوا بتعجيل الانتخابات الرئاسيه. هي الرئاسيه. المشكله دلوقتي خلينا نعمل انتخابات رئاسيه عليها القيمه. الانتخابات الرئاسيه لا انا عندي انتخابات يعني رئاسيه. ايه يعني معلش، يعني ايه انتخابات رئاسيه عليها القيمه؟ انا اسف. لا الانتخابات الرئاسيه عليها القيمه ان في فتره هيطلع قانون مصر خلال 15 يوم، لو مش معضله يعني ممكن اي حد يكتبه انا لو في مشكله يعني. بعد كده موجود ماشي، بس هم عاملين ان في لجنه قانونيه ولجنه منبثقه. لا المجلس الاستشاري ممكن حد يكتبه، اي حد في اولى حقوق هيكتب الكلام كويس. بعد كده تيجي عندك فتره الدعايه، لازم تدي الناس فرصه، للناس اللي عاوزه تبقى رئيس جمهوريه مصر العربيه. انا شايفها يبقى 15 يونيو ده اخر ميعاد يعني يوم الاعاده. يعني انت زي المجلس يعني. بس تقول لي بقى لا مبكره بكره الصبح ايه بكره الصبح؟ طب انت تثق في الدستور يتحط في وجود المجلس العسكري؟ لا انا عاوز الدستور يتعمل بعد الانتخابات الرئاسيه، بحيث المجلس العسكري ما يبقاش مسيطر عليه. بالظبط كده. ولا عاوزين القوى اللي تسيطر على الدستور تبقى كلها قوى منتخبه من الشعب وعارفه ان الشعب قادر يشيلها. ده مش ضروري بس منتخبه، لازم يكون يمثل كل طوائف الشعب يعني، حتى لو ما انتخبش. والله انا ضد ان مجلس الشعب اساسا ينقي الدستور. ده المفروض يعملوا العقد الاجتماعي بين الناس وبعض، مش الاغلبيه السياسيه الوقتيه. سؤالي واضح وصريح. معلش بص، هو من غير احتكاك فكله اتلخبط معاك. الدنيا هتمشي. انا مش عارف انت ايه اللي جابك النهارده اصلا. انا اروح يا بيه كده واقعد اكلمك في ودانك. احنا عايزين نجاوب. انا عايز سؤال ازاي؟ انا عايز اجابه من غير احتكاك. هيحصل الناس هتبقى ايجابيه ولا هيفضل الموضوع ناس واقفه في الميدان وخلاص بتعترض؟ ظهور العدد الرهيب ده في اليوم ده دي رساله ان الناس جاهزه، وقصه ان الناس كرهت الثوره والثوره طلعت خاينه والثوره طلعت وحشه والكلام ده مش واكل مع ناس كتير قوي. الحمد لله. الناس اللي نزلت دول ناس كتير جدا، كلهم حابه الثوره، كل واحد بطريقته، كل واحد شايفها كذا، شايفها اكسب منها ايه، عامل بيها ايه. ميزه ده قالت احنا موجودين دي اعتقد الصح. مجلس العسكري انتخابات في شهر 6، اي بقى لخبطه في النص الناس دي مش هتسكت خلاص. الناس دي بتقول انا موجود بغض النظر هو عاوز يخلصها ازاي، بس كله اخره 6. ومصر ما اعتقدش اقتصاديا هنتحمل بقى لسه ارتباكات ومجالس استشاريه ومجلس استشاري المجلس يعني انت رايك ان النازله دي بمجرد الناس بتقول احنا بنخضكم، احنا ممكن نعمل اي حاجه في اي وقت؟ يعني انت شايف الناس هتروح؟ والله بص، انا اعتقد ان الناس هتروح وقتيا، هيبقى في ناس ممثلين اللي هم بيسموهم حماة الثوره اللي قاعدين دول شويه، انما الناس التانية جاهزه تنزل في اي لحظه، لان فعلا ناس كتير جدا. انت شكلك عندك وجهه نظر. انا شايف انه القوى الثوريه اللي انا بحب اسميها القوى الثوريه اللي هم شباب الثوره، على اختلاف بقى الاتحاد الشباب الثوره ولا شباب الثوره ولا هيفضلوا على مطلبهم تسليم السلطه. وعلى فكره معظمهم مش قوى دينيه، ولكن هم مش معارضين لتسليم السلطه للاخوان المسلمين عشان يحملهم المسؤوليه. زي ما المهندس مروان قال انه الموضوع ده تحميل المسؤوليه في الوقت ده صعب ومحدش عايز يتحملها، واولهم الاخوان. انا شايف وجود الاخوان خلال الكام شهر اللي جايين دول هيكسبهم اكتر في البرلمان، لان هم كل يوم قاعدين بيجيبوا واحد من الحكومه يقعدوا يسلخوه من السلطه التنفيذيه. ليه؟ لان هم بيكسبوا كل يوم، يعني كل يوم لما يعني يخبط في الاخر في وزير هو بيكسب ارضيه في الشارع ان هو بيقوم بشغله. في الحقيقه بقى انا لو خليته هو بيقوم محل السلطه التنفيذيه لمده الكام شهر دول، انا شايف ان ده مفيد عشان يبينوا قدرتهم الحقيقيه. طول النهار سامعين ناس بتتكلم كلام جميل قوي على قوانين الصحه، قوانين التعليم، اصلاح مش عارف ايه، تحسن الكره في ملعبهم الكام شهر دول كفتره انتقاليه بس. وانا شايف ان في اقتراحات جميله. ده في اقتراح كمان طلع من البرلمان، في عضو برلمان قال احنا نعمل جلسه برلمان في الميدان.
نعم. لا بقى الحاجات والله. دي مضحكه معلش. والله. طب يعني طب عندنا أنا بعض قلت لك الامور ده مضحكه محترم جدا. معلش شويه برضه مضحكه، كلام عجبك مضحك الموضوع ده؟ واعلامي. لا طبعا. لازم نسيبنا من الحاجات هو عايز يكسب ارضيه في الشارع وخلاص. لا، وعايز ما ينفعش الكلام يزيل الهزار ده. هو ليه؟ لان هو عايز يزيل شرعيه عارف، البرلمان. انا زعلان من الكلام يشيل ده. شرعيه ليه بقى؟ الميدان أنا يخليها شرعيه أنا البرلمان. انا هقول لك الكلام ده بيزعلني ليه. في بعض الناس للاسف بسطاء جدا بيشوف حاجه زي كده يقول لك يا هو ده اللهم صل على الكلام. النبي، هو ده الكلام. يقعدوا معانا في الميدان ليه ما يعملوش الجلسه عندنا في البلد؟ هتطلع للاسف بتعشم الناس بما لا يمكنك ان تستطيع. تستطيع. وبيلعب على تقدرش مشاعر تعمله. عندك اهم حاجه في الفتره دي سيبوهم من المجالس الاستشاريه، كلام الناس اللي بتيجي تسترزق دي تقعد تقول اي كلام، يقفلوا الكلام ده، يحطوا مصر قدام عينيهم، نبدا نشتغل وهنوصل لتسليم بس السلطه. انا دليلي ان الناس مش هترجع هو انه ما زالت الناس دلوقتي موجوده قدام ماسبيرو، واحنا بنتكلم دلوقتي. هو اعتقد ان الاعتصام قدام ماسبيرو هيستمر فتره طويله، والاخوان نفسهم امبارح طب راحوا المجلس كمان قدام الاستشاري ماسبيرو. ده سمعت عنه عمل اي حاجه؟ طبعا. ده كل شويه يقول لك ده انا ما عرفناش غير على القانون ده بس، والتسعه التانيين لا ما انا شفناهمش. سمعت عملوا اولا إيه؟ 3/4 اعضاء استقالوا. دي اول حاجه سمعتها. الاستاذ منصور حسن بيجهز نفسه عشان ينزل مرشح على رئاسه الجمهوريه اللي هو رئيس المجلس الاستشاري. لا سمعت عنه، بسمع عنه كل يوم. لا احنا لازم نبدا بقى فعلا. انا اتمنى كل الناس اللي بتدعي انها بتعمل في العمل السياسي في مصر في حاجه اسمها مصلحه مصر الاول. لان لو ما فيش مصر وخلاص الموضوع انهار، مش هيبقى في عمل سياسي ولا احزاب ولا اخوان ولا الكلام ده خالص. هنعيش فتره قاحله من غير اقتصاد، من غير سياسه، ويمكن يبقى فيها انفلاتات امنيه وحاجات يعني تنهار بسبب دول كبيره جدا. نفسي نحط مصلحه البلد دي قدام عينينا ونتحرك فعلا بموضوعيه، ومش لازم حد ياكل التورته كلها. يعني هنقسم التورته وكل كل القوى مفيش السياسيه دي تورته اصلا، ده تحرك بينا لقدام. كلها مسؤوليات، مفيش تورته. اشكرك يا استاذ مروان، دورتنا على الرصيف. ربنا يخليك. هنقرا جرايد؟ هنقرا الجرايد. نقرا الجرايد. هطلع فاصل واقعد مع رامي اقرا جرايد. ليك وحشه يا رامي. لا النهارده والله ما ليك شفناش وحشه، بعض. والله النهاردة ليك كنا قاعدين مع بعض وحشه. على لا لا طول. ليك وحشه في وداني. اكيد. بص يا رامي، قول لي. هقول لك العنوان. انا اللي هقرا العنوان المره دي عشان بس في حاجه مستفزاني يعني. طيب اتفضل. اولا جريده المصري اليوم السبت 28 يناير بغض النظر عن التاريخ: غضب في الميدان ضد العسكر والاخوان، مئات الالاف، نركز بس على مئات الالاف، يصرون على اسقاط العسكري والمتظاهرون يرفعون الاحذيه في مواجهه منصه الاخوان. عايز بس الناس تشوف الصوره. بص الصوره عامله ازاي. الصوره دي ما بتفكركش بحاجه؟ بتفكرك بايه؟ فكرني ب 25 يناير اللي فات. 25 و28. 28. انا كنت ملاحظ حاجه. اه يعني لو الناس اكيد طبعا كلها شافت الموضوع في التلفزيون، ان ميدان التحرير مفيش رجل النمله صح، بالاخر يعني. معاك حق. السنه اللي فاتت كان بيتقال مليونيات مليونيات مليونات. لو تلاحظ في كل القنوات وفي الجرايد حتى مصر اليوم يعني الاف. ليه؟ الفيات. هي الفيات. لا بجد والله، ليه اتغيرت؟ ليه ما بقتش مليونيات؟ هقول لك، اعتقد انه الوصف بتاع مئات الالاف هنا كانوا عايزين يخففوا الضغط على ان هم هيشتموا الاخوان في الخبر. بكلمك بامانه يعني ان الخبر يعني ايه؟ معلش الخبر هيبقى فيه اساءه للاخوان، لانه اهو غضب في الميدان ضد العسكر الاخوان. معنى كده ان الميدان طبعا معروف ان الميدان ضد العسكر، بس كمان بقى ضد الاخوان، حطوهم هما الاثنين في دايره واحده. وده ما ادهشني في العنوان بصراحه، يعني ده اكتر حاجه خلتني اختار العنوان ده. عشان طب هو يعني حتى لو المصري اليوم ماشي ممكن نقول ده، بس فهم كل لما القنوات عايزين برضه نفس الموضوع. اعتقد عشان هم هيتكلموا كل عن القنوات خايفه من الاخوان؟ لا طبعا، بس هو حد يقول ان يوم 25 كان اقل من، يعني يوم 25 اللي فات ده كان اقل من ايام تانية كتير في الميدان خالص. انا شايف ان هو نفس العدد، بس السنه اللي فاتت كان بيتقال مليونيه، المره دي بتقول الالاف. طب انت تفتكر هم مليونيه علامة ولا استفهام؟ علامة استفهام. انا بالنسبه لي علامة استفهام فكره الالاف، يعني ليه اتغيرت؟ بالنسبه لي علامة استفهام مش لطيفه. عندك انت بقى الخبر انت؟ عندنا بقى جريده الاهرام فيها خبر، كذا خبر يعني، بس احنا هنبدا الاول بالخبر الاول عن المهندس خيرت الشاطر. هو انت عارف ان هو نائب المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين. كان بيقول في تصريحات لصحيفه لو فيجارو الفرنسيه ان انت راجل ليسيه بقى وانا طيب. النموذج الامريكي الانسب لدستورنا المقبل والفوضويون وراء تاخر تسليم السلطه. تخيل المهندس خيرت الشاطر بيقول النموذج الامريكي الانسب. انا عايز بس الناس يعني ايه، عشان الشيزوفرينيا، كنا بنتكلم عن الشيزوفرينيا يعني.
النموذج الامريكي الانسب لدستورنا المقبل. الكلمه دي لو طلعت من حد غير الاخوان المسلمين كان هيتقال ايه؟ يعني لو البرادعي هو اللي بيقول لو المانشيت ده عنوانه البرادعي مش الشاطر، كان الدنيا هتقوم عليه مش هتقعد طبعا. صح؟ بتاع الامريكان اهو، هو ده بتاع الامريكان. انا بس بس في حاجه حصلت في جلسه مجلس الشعب برضو. طلع نائب، انا الحقيقه انا مش فاكر اسمه يعني، قال احنا عايزين نقلد دوله الكفر اللي هي امريكا. ايوه يعني ما هو ده الغريب. انا عايز اقول لك هنا يعني نفسي بقى انه ده ودي رساله الاعلام، يعني اعتقد دي رسالتنا، ومن هنا انا بوجه الكلام للناس. يا جماعه ليس كل ما عند الغرب شيطان، وليس ما كل ما عندهم جيد او سيء. هم عندهم حاجات كويسه وعندهم حاجات وحشه زي ما احنا عندنا حاجات كويسه وعندنا حاجات وحشه. يعني بمنتهى البساطه خد الكويس. لا يعني دايما بلاش التصور انه امريكا عايزانا وحشين وامريكا عايزانا مش كويسين وان مشكلتنا في الدنيا امريكا. اكيد امريكا ليها مصالح، واكيد ساعات ان مصالحها بتتعارض مع المصالح المصريه، وده شيء طبيعي. لكن الفكره انه احنا اهو الاخوان المسلمين نفسهم بيقولوا انهم عايزين يقتدوا بالنموذج الامريكي في عمل الدستور المقبل. بس هو هنا بيقول والفوضويون وراء تاخر تسليم السلطه. ما بتشوفش انه هو هنا يعني عنده رؤيه واضحه انه الاعتصامات والتظاهرات وما ادى الى تاخير الجدول الزمني، شايف ان ده فوضى؟ هو شايف ان ده فوضويه كمان. وجهه نظر شايف ان ده فوضويه. طيب الخبر اللي بعديه تحتيه على طول بيقول البرادعي يدعو لانتخاب رئيس مؤقت عبر البرلمان قبل الدستور. وفي تفاصيل الخبر الدكتور محمد البرادعي بيقترح انه الرئيس المؤقت ده ينتخبه مجلس الشعب. يعني مجلس الشعب هو اللي ينتخب الرئيس المؤقت وينتخب اعضاء لو مجلس الشعب انتخب رئيس مؤقت معروفه يعني معروفه النتيجه. بدون ذكر اسماء كتبني اكيد بدون ذكر اسماء اكيد يعني. طب بس انت انا هرصد معاك حاجه عشان ايه، يعني هننتقل لخبر تاني بس هرصد معاك دي. شايف انه كل الليبراليين هم اللي بيدعوا الى تسليم البرلمان السلطه؟ ده اللي انا كنت بقوله النهارده في الحلقه. يعني هم اللي بيدعوا انه الاخوان يعني انت بتقول انه كتاتني اكيد هو والبرادعي معروف انه راجل ليبرالي، يعني مش بينتمي لتيارات اسلاميه، وهو واحد من الناس اللي بتحاول انها تقول انه ايوه على البرلمان ان يتحمل مسؤوليه في الفتره اللي جايه. في مقابل كده هتشوف انه الخبر بقى اللي معانا اللي بعديه على طول برضه في جريده الاهرام نفس العدد. حسين ابراهيم زعيم الاغلبيه في اول حوار صحفي: نرفض تسليم السلطه لرئيس مجلس الشعب ونلتزم بالاستحقاقات الدستوريه. يعني برغم ان القوى الليبراليه كلها بتدعم انه بتزق ناحيه توجه، ونشوف الثوار حتى زي ما احنا قرينا بيطالبوا بتسليم المجلس العسكري السلطه لمجلس الشعب، لكن هم نفسهم اللي بيرفضوا، هم نفسهم اللي مش عايزين. انا بشوف ان ده في شيء من عدم رغبه في تحمل المسؤوليه بصراحه. يعني عدم رغبه في تحمل المسؤوليه بقى، دي وجهه نظر بقى، وجهه نظرهم، ما اعرفش ايه وجهه نظرهم يعني ما هو دي حاجه تستوقفك. يعني تخيل انت الناس كلها بتطالب بانك انت تحصل على تمسك السلطه وانت بترفض، فدي حاجه تستوقفك يعني. اوكي يبقى اللي عندك. انا اللي عندي بقى انه مصر اليوم، الحقيقه انا اتفاجئت بفتح جورنال لقيت انه الاسبوع ده عندنا انتخابات شورى. انا شفت اليافطه بتاعت انتخابات مجلس الشورى. لاحظت حاجه، انت شفت البانر اللي معمول، الاعلان الكبير كده اللي معمول ده؟ شفت شفت الباسكت اللي بيتحط فيه الزلط؟ شفت. فكرك بايه الباسكت ده؟ طب قول انت، فكرك بايه؟ انا اصلي يعني انا من بعيد والله، انا من بعيد حسيت انه اعلان عن باسكت زباله بمنتهى الصراحه. يعني ركز في الباسكت في الصوره، هو اعلان عن باسكت زباله. هو ده الشعار. فاول مره اعرف يعني اول مره اشوف انه ايه ده، في اعلان عن باسكت زباله. قربت ايه ده؟ وين قربت مجلس الشورى؟ نهار اسود. لا يعني تخيل الناس كلها، تخيل ان الميدان قايم والدنيا بتتكلم في ثوره ولا واعتصام قدام ماسبيرو، وانا فوجئت ان المصري اليوم يعني، وهو برافو عليهم انهم فكرونا يعني انه في انتخابات شورى. في انتخابات شورى في شرق القاهره وفي الدقهليه وفي اسيوط وفي المنوفيه وفي قنا. يعني معناه انه انتخابات على مستوى واسع جدا. الحريه والعداله بتنافس حزب النور والجماعه الاسلاميه. انا شايف ان المنافسه الاسلاميه اسلاميه. في احزاب كتير طبعا انسحبت زي المصريين الاحرار واكثر. انا بتكلم موضوع انتخابات الشورى دي، كنت بقول لك ايه او على مجلس الشورى يعني بوجهه نظري. لا بس تفتكر ان ليه اهميه؟ يعني الناس هتقبل زي ما اقبلت؟ لا انا ما اعتقدش، وجهه نظري انا ما اعتقدش.
على فكره فاطمه نعوت الكاتبه الصحفيه مترشحه في مجلس الشورى. دي حاجه يعني مترشحه على الكتله، وهي احنا بنقدرها يعني بكل احترام. اخر خبر بقى. اتفضل يا فندم. اتفضل. صندوق خشب على الرصيف. الحقيقه الخبر ده من جريده الشروق. بيتكلم عن فريق صندوق خشب اللي كان ضيفنا. هو بيتكلم عن فريق صندوق خشب؟ لا بيتكلم على حلقه فريق صندوق خشب اللي كان ضيفنا في برنامجنا على الرصيف. واحنا بنشكر جدا جريده الشروق ان هي يعني تهتم بينا صندوق خشب برنامج على الرصيف. وبنتمنى ان البرنامج ان شاء الله كل تقدم الفتره اللي جايه. احنا بنحاول نطور في الفقرات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا استاذ رامي. انا بشكرك جدا. نورتني الحبه دول والله. لا نورتك النهارده طول الحلقه. نورتني كتير النهارده. ايوه بس ما تبقاش تقطع عليا في الاسئله بعد كده. خلاص. الاسئله اللي انت كاتبها عشان قلتها عنه واحنا قاعدين. ما عرفت انا بقطعك في ودنك؟ فهمت. اشوفكم الاسبوع الجاي. السلام عليكم. قوم يا مصري مصر دايما بتناديك، قدس نصري نصر دين وارض عليك. يا مصري قومي وشدي الحيل، كل اللي تتمنيه عندي. مصري يا أم العجائب، شعبك أصيل والخصم عايب. الطوفان ما يجي خلتني أخاف عليك يا مصر.